كرومبو كرومبو مع المفتش كرومبو. صديقي العالم الشهير بسيوني نظرات صاحب النظرية العلمية معروفة إن العلاقة بين البيض والبسطرمة مبنية على الاحترام المتبادل مش على السمنة البلدي. المهم بسيوني اتسرق. كان بقاله شهور بيشتغل على اختراع طاقية لخفة، وامبارح انا اختفيت التجربة نجحت. بسيوني اخترع طاقية اللخفة، بس للأسف كان في حد بيراقبه من شباك المعمل من ورا الورد ابو شوك اللي كان بسيوني زرعه على الشباك عشان يبعد عنه الناس. بسيوني ساب الطاقية على الترابيزة وطلع عشان يرتاح وينام في شقته اللي فوق المعمل، ومن تعبه نسي يقفل الباب. وطبعا اللي كان بيراقبه من الشباك نزل خد الطاقية وخرج، وهو أكيد مش هيخرج عن حد من التلاتة دول. الست عزيزة اللذيذة جارته اللي ساكنة فوقيه، درويش أبو ورنيش صاحب محل الجزم، وعسلية البقال اللي جنب المعمل. ولما سألت الست عزيزة اللذيذة قالت أنا كنت قاعدة على الفيسبوك بدور على عريس يا كرومبو. ما عندكش عريس يا كرومبو؟ عريس؟ طبعا سحس. سحس ماشي، أهو ده اللي سحس ولا ده اللي حيطة. نعم، ده اللي ايه وحتة ايه الضلمة اللي انت فيها دي؟ انت تقولي اصلا ده انا بومب، سحس بومب. طب حاسب لا تفرقع. ولما سألت درويش أبو ورنيش قال أنا سمعت صوت فرقعة بس ما شغلتش بالي. بسيوني ما هو طول النهار بيفرقع في المعمل بتاعه ده وقرفنا. على فكرة ابن عمتي عنده أخت العربية دي بس بني برباط. ولما سألت عسلية البقال قال انا لا حسيت لا بفرقعه ولا ببسيوني ولا بحد ابدا، انا كنت بضرب عود عسليه وعايش. أنا عرفت مين اللي سرق الطاقية. لو أنت كمان عرفت قول لنا هو مين. 1 الست عزيزة اللذيذة، 2 درويش أبو ورنيش، 3 عسلية البقال. اتصل من مصر على 09155 من أي تليفون أرضي أو على 2355 من أي موبايل، أو ابعت SMS على 9270، أو اتصل من سوريا أو ابعت SMS على 1693، أو اتصل من العراق على 903 779، أو اتصل من الأردن على 0999 654. تكسب $1000 أسبوعيا. أيوة $1000 أسبوعيا. وابقوا قابلوني في الحلقة الجاية. مع تحيات المفتش كولومبو.